ان شاء الله في الفيديو ده هقول لك على افضل 3 برامج لتعديل الصور بالتليفون. فيديو تاني ومعكم إلهامي. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه الخير؟ عاملين ايه؟ واتمنى يا رب تكونوا بخير. برامج تعديل الصور بالتليفون كتيره جدا، اشكال والوان وانواع من البرامج، وكل برنامج منهم بيتميز بحاجه بتميزه عن غيره. فانا بصراحه قلت لازم اعمل فيديو اتكلم فيه عن افضل 3 برامج لتعديل الصور بالتليفون بالنسبه لي وبالنسبه لكتير من الناس. وطبعا كل برنامج منهم بيتميز بميزه مهمه جدا، وعلى اساس الميزه دي انا اخترت البرنامج ده. فقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وده الانستجرام والفيس بتوعي تشرفني وتنورني متابعتك يا صاحب الوجه السينمائي. وبدون كلام كتير يلا نبدا. واول برنامج معانا وهو برنامج لايت روم. بص، ده يعتبر افضل برنامج لتعديل الصور بالتليفون، رقم 1 حرفيا، ومفيش حد يختلف على كده، لان البرنامج ده بيوفر لك كل حاجه انت تتخيلها عشان تعدل الصوره بتاعتك باحترافيه عاليه. وانا كنت عامل فيديو مخصوص عن البرنامج ده ازاي تحترف تعديل الصور فيه، ممكن تشوفه من الاي اللي فوق. وافضل واقوى ميزه في البرنامج ده انك تقدر تعمل بريسيت بنفسك وخاص بيك انت، وتحفظه عندك وتستخدمه على صورك في اي وقت انت عايزه. وتقدر برضه تنشر البريسيت اللي انت عامله بنفسك للناس عشان يستخدموه. انت متخيل الناس بيستخدموا بريسيت انت عامله بنفسك؟ موضوع اكثر من رائع. نفتح برنامج لايت روم، وبعد ما تعمل ايديت الخطير بتاعك اللي انا متاكد ان هو عالمي، وطبعا يكون بسيط عشان الصوره ما يبقاش مبالغ فيها. ولو انت ركزت كده هتلاقي مثلا ان الصوره دي قبل وبعد، فانا حابب مثلا ان انا اعمل التعديل ده، مثلا اعمل له بريسيت عندي واحفظه عندي. نعمله ازاي؟ كالاتي. بكل بساطه، شايف انت الثلاث نقط اللي فوق دول؟ هتضغط عليهم وتضغط على create preset، تضغط عليه، وبعدين طبعا لو ركزت كده هتلاقي عندك preset name، تضغط عليه هنا وتسمي البريسيت بتاعك. فانا ممكن اسميه مثلا تعديل الاشجار او trees preset مثلا، وتضغط صح، وكده البريسيت اتحفظ عندك. نلاقي فين؟ بكل بساطه هتنزل لتحت كده هتلاقي البريسيتس اللي عندك هنا، تضغط عليها وبعدين هتضغط على الخيار ده اللي هي البريسيتس بتاعتك انت، تضغط عليها وبعدين طبعا هتلاقي البريسيت بتاعك اهو محفوظ عندك. ما عليك بس اللي انت تضغط عليه وهيطبق التاثير بتاعك على اي صوره انت عايزها بكل سرعه وببساطه. بس عيب برنامج لايت روم ان فيه فيتشرز او خصائص عشان تتفتح لك لازم تشترك في البرنامج، زي مثلا خيار اللي هو هيلينج وماسكينج وغيره من الخيارات، فده ممكن يسبب مشكله عند بعض الناس. تاني برنامج معانا وهو برنامج سناب سيد. البرنامج ده يعتبر من اقدم برامج تعديل الصور بالتليفون، وحلاوته ان البرنامج ده مجاني بشكل كامل، وفيه كل حاجه حرفيا عشان تعدل الصوره بتاعتك. والبرنامج ده انا عملت عنه 3-4 فيديوهات هتلاقيهم موجودين في القناه. بالنسبه لي اهم واقوى ميزتين في البرنامج ده وهما: اول ميزه ان انت ممكن تشيل اي حاجه مش عاجباك في الصوره بكل سهوله وبشكل مجاني. لكن في برامج تانية زي برنامج ادوبي لايت روم عشان تعمل الموضوع ده لازم تشترك في البرنامج، بمعنى اصح لازم تدفع فلوس عشان تتفتح لك الخاصيه دي. لكن في برنامج سناب سيد الموضوع ده من الالف للياء مجاني. تفتح الصوره بتاعتك على برنامج سناب سيد، نفترض مثلا ان انا اخترت الصوره دي، وتضغط على تولز من تحت. كل ما عليك ان انت تضغط على خيار هيلينج على ضغطه كده، تمام، وتعمل زوم محترم كده، تمام. ومثلا فنفترض مثلا ان انا عايز امسح هذا الدبوس، هزوم وهبدا امسح كده بشكل دقيق عشان الدبوس يتمسح معانا، بس خليك دقيق شويه وانت بتمسح. زي ما انت شايف كده الدبوس اختفى حرفيا من الصوره. وعندك طبعا امكانيه انت مثلا ايه تمسح اي حاجه انت عايزها. فنفترض مثلا ان انا مثلا البنت دي مثلا مش عاجباني صراحه، فانا مثلا ايه عايز اشيلها من الصوره. زي ما انت شايف كده انا عايز اشيل مثلا والله الراجل، مثلا البنت دي مش عاجباني فهضطر ان انا عايز اشيلها صراحه، تمام، ومش صاحبتها عشان ما تبقاش واقفه ايه بتتكلم لوحدها كده، تمام، وهكذا. بس طبعا حاول تستخدم الموضوع ده للحاجات مثلا زي الدبوس، حاجات اللي هي البسيطه، فاهم الفكره؟ ما تستخدموش بشكل مبالغ فيه عشان ده ممكن ياثر على الصوره بتاعتك ويبوظها. ولو حابب تستخدم الموضوع ده بشكل اكتر حرفيه، انا كنت عامل فيديو بتكلم فيه عن الموضوع ده وشرحت فيه كذا مثال بشكل دقيق، ممكن تشوفه من الاي اللي فوق. وضغطه مطوله على الصوره وكده قبل وكده بعد، حاجه حلوه صح؟ تاني ميزه في البرنامج ده ان انت ممكن تدمج صورتين في بعض بكل سهوله وبشكل مجاني، والميزه دي كالاتي. طبعا يا جماعه انا دلوقتي اخترت الصوره الاولانيه، دلوقتي هختار الصوره الثانيه اللي انا عايز ادمجها. بكل بساطه تضغط على تولز، ومن تولز هتنزل لتحت وتختار خيار دبل اكسبوجر، هتضغط عليه ومن هنا تختار الصوره الثانيه اللي انت عايز تدمجها. فانا مثلا اخترت الصوره دي، وزي ما انت شايف كده هو دمج لي الصورتين في بعض بشكل جميل جدا وبشكل اكثر من رائع صراحه زي ما انت شايف كده. فطبعا يعني ممكن الصورتين دول ما يبقاش لاقيين على بعضين طبعا، فانت ممكن تدمج اي صورتين انت عايزهم واسرح بخيالك وبابداعك.
وبرضو انا عملت فيديو بتكلم فيه عن طريقه دمج الصور بس بشكل احترافي اكتر في برنامج سناب سيت. ممكن تشوفه من الاي اللي فوق لو حابب تتعلم ازاي تدمج صورتين في بعض، او تدمج مثلا مجره، نجوم، كواكب، الشغل بتاع الفوتوشوب ده. انصحك تشوف الفيديو ده عشان فيديو اكثر من رائع وهتستفيد منه. ثالث واخر برنامج معانا وهو برنامج LD. البرنامج ده بيخليك تضيف اضاءة شمس في الصورة، وحتى لو مفيش اضاءة شمس طبيعية في الصورة فانت بتضيفها. وفي اشكال وانواع لاضاءات كتيرة جدا ومتنوعة موجودة في البرنامج ده ممكن تضيفها، وهي كالاتي. هتفتح برنامج LD وتختار الصورة اللي انت عايز تضيف عليها الشمس او الاضاءة. فنفترض مثلا ان انا اخترت الصورة دي، تضغط على الخيار اللي تحت ده كده، ومن الخيارات دي هتختار الخيار ده. وزي ما انت شايف كده انت عندك اشكال والوان من الاضاءات كتيرة جدا. فنفترض مثلا انا عايز والله اختار الخيار ده مثلا. زي ما انت شايف كده بص يعني ايه الموضوع بقى اكثر من رائع. مثلا طبعا احنا ممكن نحطه مثلا ايه في اي مكان. انا بختار مثلا ان انا احطه مثلا في الزاوية هنا كده، بحيث ان هو ايه تحس ان في اضاءة جاية للقبة، تبقى نزود شويه من الاضاءه. وطبعا في اشكال تانية كده انت ممكن تضيفها. مثلا انت عندك مثلا الشكل ده تمام، انت ممكن مثلا تضيفه. مثلا احنا ممكن ايه نضيف الشكل ده، بس حاول طبعا تحط الاضاءه في اتجاه الاضاءه الطبيعيه. ولما مفيش اضاءه اسرح بخيالك واعمل اللي انت عايزه. وزي ما انت شايف كده عندك اضاءات كتيره جدا واشكال انت ممكن تضيفها. مش كده بس، ولو قلبت كده هتلاقي انت عندك برضو اللي هي خيار الفوج او السحب. انت ممكن تضيف حرفيا سحابه. في اشكال تانية من السحابات او السحاب انت ممكن تضيفه. في برضو الشكل ده صراحه مش عارف معناه ايه ده صراحه، يمكن اعتقد دي اللي بتبقى في الازاز ما يبقاش متلمع. ممكن في اشكال تانية كتيره جدا. في اشكال النجوم، فانا مثلا جبت صوره زي كده ممكن اجرب عليها ايه اللي هو الخيار بتاع النجوم ده مثلا. بص زي ما انت شايف كده، بص بقى ايه شكل الصوره. يعني في ناس ممكن تحب الحاجات اللي زي كده. بس برضو البرنامج ده فيه فيتشرز او خيارات معينه عشان تستخدمها لازم تشترك في البرنامج. ولكن صراحه انا شايف ان الخيارات المجانيه دي هي اكثر من رائعه صراحه، انت ممكن تستخدمها. فطبعا انت اسرح بخيالك وعيش. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. ولو حابب نعمل فيديو تفصيلي عن برنامج من البرامج اللي قلنا عليها اكتب لي في الكومنتس وانا بقرا كل الكومنتات يا اصحاب الوجوه السينمائيه. وكان معكم الهامي واشوفكم في فيديو تاني.